الفلسطينية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياستها الخارجية فحسب، بل قضية تدخل في حسابات أمنها القومي المباشر. لذلك بذلت الإدارة المصرية جهد نشط متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية للوصول إلى الهدف النهائي، وهو إقرار تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 67 دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. النهارده بيشرفنا في الاستوديو دكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، للحديث عن المشهد الفلسطيني ودور مصر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسام. اهلا بيك يا دعاء، واهلا بكل الساده المشاهدين. سعيد بوجودي معاك النهارده. بالتأكيد احنا الأسعد، وإن كنا نود في الحديث في قضية أخرى غير القضية اللي احنا اتولدنا وهي موجودة فعلا. جاءت تعليمات القيادة السياسية دكتور حسام بسرعة التحرك لدعم وإغاثة أهالينا في غزة، والتحالف الوطني أخذ على عاتقه زمام المبادرة وتحرك بكل مكوناته ومؤسساته وفرق عمله ومتطوعيه لتقديم الدعم لإخواننا في غزة. شمل تقسيم المساعدات لمجموعة من المحاور، منها المحور الطبي، الاحتياجات الطبية وحملات التبرع بالدم، احتياجاتهم من المواد الغذائية، ده محور آخر، تبرعات الأفراد من الشعب المصري والمؤسسات والجهات المتخصصة. سؤالي حضرتك أهمية دور التحالف الوطني وفي العمل الأهلي والتنموي وحياة كريمة نحو قطاع غزة والقوافل اللي تم تنظيمها هناك. في البدايه اؤكد ان القضيه الفلسطينيه ستظل قضيه العرب الاساسيه ما حيينا، وسنسلمها جيلا بعد جيل. لو بنتكلم بشكل خاص عن الدور المصري في المساعدات، خليني اؤكد انه القياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظه الاولى واليوم الاول لتلك الاحداث كان الهدف الاساسي هو ايصال المساعدات، لانه قطاع غزه يسكن نحو 2.5 مليون مواطن. انت عارفه انه في انقطاع تام لخدمات المياه والكهرباء وكل الخدمات الاساسيه والانسانيه اللازمه لحياه المواطن. وبالتالي في ظل هذه الاحداث كان لابد من دوله بحجم وقيمه جمهوريه مصر العربيه، وقائد بقيمه وحكمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يبادر اولا في موضوع المساعدات الانسانيه. الجانب الإسرائيلي جانب الاحتلال، جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية كعادتها في نشر الشائعات والأكاذيب نشرت بعض التقارير في الصحف والإذاعات الأجنبية إنه الجانب المصري يعني يريد إغلاق معبر رفح. فكان تصريح القيادة السياسية منذ اليوم الأول: نحن مصممون على بقاء معبر رفح مفتوحا طوال الوقت لإدخال المساعدات الإنسانية. فقام الاتجاه الفلسطيني أكثر من مرة، ثم حدثت اتصالات. تخيلي أن السيد الرئيس أجرى أكثر من 35 اتصال، سواء تلقاهم أو قام بالاتصال أكثر من 35 من قادة وزعماء الدول. كان الحديث أولا عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية. دخلنا في مجموعة من الجولات ومجموعة من الحروب الإعلامية، لأنه الجانب الإسرائيلي بيستخدم الحروب الإعلامية والرواية الإسرائيلية في عمليات التضليل، حتى نجحت القيادة المصرية إنها تقول إن احنا جاهزون. أولا احنا عملنا إيه في المعبر؟ لما حصل الاتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس المصري من الطائرة عندما كان في زيارة للجانب الإسرائيلي، وانت عارفة الدعم اللا محدود من اليوم الأول من الجانب الأمريكي. التصريح الأول للرئيس بايدن: نحن معكم وبجانبكم. ثم اتجه إلى إسرائيل وحضر يعني مجلس الوزراء المصغر، اللي هو مجلس الوزراء المعني بالحرب، وهي أول مرة تحدث في تاريخ إسرائيل وفي تاريخ أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. كان التأكيد على إدخال المساعدات الإنسانية. مصر على الفور، التحالف الأهلي والوطني جهز مجموعة كبيرة جدا من السيارات المحملة بكل ما تتخيليه لإخواننا في قطاع غزة، من تجهيزات طبية، من أغذية، من مياه. تخيلي أنه المياه كانت عامل أساسي، لأن هناك شح كبير جدا في المياه في قطاع غزة. احتياجات المواطن العادي طبقا للإحصائيات يحتاج إلى 30 لتر مياه يوميا.
للاستخدامات المختلفة. مختلفة. في قطاع غزة متاح لتر واحد فقط يوميا، وكان تقريبا أوشك على النفاذ. كل المنظمات، الأمم المتحدة والأونروا والهلال الأحمر والصليب الأحمر، قالوا يا جماعة احنا عندنا ناس هتموت من الجوع، عندنا ناس في المستشفيات لا يجدون أي تجهيزات طبية، يجرى عمل العمليات الجراحية دون تجهيز ودون بنج على الإطلاق، ودون هناك كهرباء. ودون كهرباء طبعا، والمولدات للمستشفيات أوشك الوقود على النفاذ. وخلي بالك من تعنت الجانب الإسرائيلي، يعني الغاشم المحتل، انه رفض دخول الوقود ضمن المساعدات الانسانيه، لانه يعلم اهميه الوقود في المستشفيات والمناطق الحيويه. تحركت الشاحنات، مصر يعني دعمت بدور كبير جدا في تلك الشاحنات المحمله بكل ما يحتاجه اهالينا في قطاع غزه. ثم كانت الدعوه من السيد الرئيس للدول العربيه والدول الاسلاميه ولكافه الدول الراغبه في تقديم المساعدات بتجهيزها. ثم قامت مصر بإعادة تجهيز المعبر على نفقاتها الخاصة. ثم في الأول قلنا بنتكلم في 20 شاحنة، ثم ارتفع العدد إلى 60 شاحنة، رغم أنه أهالينا في قطاع غزة في احتياج إلى يعني خط دائم من الإمدادات ومن الشاحنات طوال الوقت لإسعافهم، وحتى يستطيعوا أن يقاوموا ويحصلوا على أبسط الحقوق الإنسانية. كان هذا هو الدور الأبرز والأهم اللي لا تستطيع أي دولة في العالم، ولذلك كان التنسيق مع جمهورية مصر العربية دائما في هذا الشأن. ويمكن كان حديث السيد الرئيس الأخير مع الرئيس الفرنسي أنه طلب منه بشكل شخصي يعني المساعدة في عملية المساعدات والتجهيزات، ووعد بإرسال طاقتين، واحدة بالظبط كده، طبية طبية وواحدة وأخرى أغذية. أغذية وحاجات وعشان كده إنسانية. هنخرج لنشوف تقرير عن المساعدات اللي قدمتها مصر ووصلتها لمعبر رفح. وفي الحقيقة في التفاصيل قصص بطولية من الجانب المصري رهيبة جدا، يمكن هم لما هيرجعوا هيدونوها ويكتبوها. كل التحية والتقدير لسائقي الشاحنات اللي بيخاطروا بحياتهم وهم داخلين وبيعبروا المعبر. هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا.